مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في غوسات جديده من لي غوسات ولا التحليه تاع رمضان. اليوم درت لكم هاد التارت والسيترون توالم للسهره تاع رمضان، توالم تاكلوها بزاف بزاف بنينه وتجيكم هايله. توالم كما قلت لكم في السهره تاع رمضان، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هاد التارت والسيترون، تارت والسيترون مورينغي كما راكم تشوفوا فيها الاماك من الفوق. نروحوا للكيفيه والمكونات وش فيها. عندنا 150 غرام تاع فرينه، عندنا 120 غرام تاع سكر ناعم، عندنا بودغ داموند، عندنا 60 غرام البودره تاع اللوز تقدروا تستغناو عليها، وعندنا 125 غرام تاع مارغرين بحراره المطبخ ولا اون بوماد، عندنا حبه تاع البيض وقرصه ملح ونص مغرفه تاع لافاني. انا لهنايا راح ندير العجينه ديالي، حنديرها في البيتخا عادي كيما تقدروا ديروها، تطموها بيديكم. كي ديروها بيديكم ايفيتيو تدلكوا العجينه ديالكم ولا بالبيتخا كيف حاجه مثل ما تدلكوش لاباط ديالكم تاع الصابلي، هذه نورمال بات صابلي ولا بات سكري، ما تدلكوهاش ايفيتيو تدلكوا العجينه ديالكم. ديروها، ديروا اللي عندهم. انا عندي هاد اسمه هاد الكروشي هدايا. نتوما في البيتخا كاين جينيرالمون عندهم الكا، هذاك الكا ديروا فيه ولا درتو في البيتخا. الحاجه الاولى اللي نديروها، نديروا المارغرين ديالنا، نديروا سكر غلاس، ونديروا هذيك البودغ داموند ولا غبره تاع اللوز. يعطي لكم واحد المذاق بزاف 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 بنين لاباط ديالكم. هاد لاباط تقدروا ديروا بها لي تارتولات، تقدروا ديروا بها تارتو فريز، تارتو بوم، لي تارت اللي تقدروا اللي تحبوا ديروهم كامل تستعملوا لهم هاد لاباط، واحد تخرج لكم نتيجه هايله وتجيكم بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. لهنايا واش درت؟ كما قلت لكم درت البودغ داموند، ودرت عفوا المارغرين، ودرت سكر غلاس وقرصه تاع ملح ولافاني. ومن بعد درت هذيك الحبه تاع البيض وخليتهم يتجانسوا هكا، يدور المكونات في البيتخا. خليتهم كما راكم تشوفوا حتى يتجانسوا لكم مليح مليح هذوك المكونات. انا برك لهنايا راني نتسرع في لا فيديو باش ما تجينيش طويله بزاف، قد ما نقصت لها هكذا كومام وجاتني طويله. انا لهنايا انا سرعت الفيديو، مي البيتخا كنت دايرتها في فيتاس 2. ما تديروهاش بزاف بزاف لا فيتاس تاع البيتخا باش ما تدلكلكمش العجينه وتجيكم تتكمش، ما تجيكمش مليحه العجينه ديالكم. كما تعرفوا العجينه تاع الصابلي ما تتعجنش باليد، جوست طموها بالصباعتين برك، نطموها برك، نلموها بهذيك الحبه تاع البيض والمارغرين. كي يدخلوا مليح في لاباط تحبسوا، ما لازمش تتعجن لكم لاباط تاع الصابلي. كاين لي بات اللي لازم نعجنوهم، وكاين لي بات اللي ما لازمش يتعجنوا، وإلا عجنتوها مش حتعطي لكم نتيجه، حتجيكم يابسه، راح تجيكم لاباط تاعكم تتكمش لكم كي طيب، ماشي راح تعطي لكم نتيجه مليحه. لهنايا زدت الفرينه كي نطمت لي لاباط، درتها في الفريجيدير تريح. ديروها تريح في الفريجيدير نص ساعه ولا 10 دقائق كيما حبيتو. ولا هنايا نروحو ديريكتومون نجوزو لا كريم والسيترون تاعنا. لا كريم تاع السيترون لهنايا واش عندنا 3 حبات عصير تاع 3 حبات قارص كيما شفتوا، 3 حبات قارص تعصروهم وديروا الجو تاعهم. انا اللي تما ما شفتش العظم تاع الاخر ومن بعد نحيتهم عادي نورمال. تقدروا كي تخلطوها تشوفوا الا كاين كاش عظمه زياده ولا تنحوها. لهنايا درت المايزينا، درت 20 غرام تاع مايزينا، درت 3 عصير تاع 3 حبات قارص ب20 غرام مايزينا. تخلطوا هكذايا بارد في بارد قبل ما تحطوا الكاسرول تاعكم فوق النار، باش تيفيتي ودير لكم الا درتوها ديريكتومون فوق النار كابل المايزينا تاعكم تتكتل ودير لكم هذوك الحبيبات هذوك، ماشي حتجيكم نتيجه مليحه في لا كريم تاعكم. ومن بعد لهنايا زدت 150 غرام تاع السكر، سكر عادي كريستاليزي، 150 غرام تاع السكر
كريستاليزي. لهنايا 4 حبات بيض، راح ندير 2 حبات بيض كاملين، 2 بيض كاملين، وزوج ندير غير الصفر تاع البيض. صافيك 2 حبات بيض كاملين وزوج الصفر تاع البيض. هذاك البيض راح نديرو به لا مورينغ ايطاليان. دوك تشوفوا كيفاش نديرها. راكم تشوفوا لهنايا درت 2 حبات بيض كاملين وزوج الصفر تاع البيض. كيما تقدروا ديروا كيما حبيتوا. الا كان عندكم البيض تاع البيض خدمتوه حلوه وقعد لكم، تقدروا ديروا 4 حبات بيض كاملين في لاكريم ديالكم. انايا نحيت برك الزوج باش ما يقعدليش الصفر تاع البيض هكذاك وحده، باش ما نرميش. درت هكذا كيما راكم تشوفوا 2 حبات بيض كاملين وزوج الصفر. زيدوا شويه لافاني، زيدوا خلطوا كل حاجه بارد في بارد من قبل ما تحطوها فوق النار. هكذايا كيما راكم تشوفوا يتجانسوا لكم، يتخلطوا بيان هذوك المكونات ديالكم باش تحطوا لا كاسرول تاعكم فوق النار. ما تحطوهاش فوق النار ومن بعد تبداو تخلطوا، ديروا لكم لي غرومو ومن بعد ما تخرج لكمش مليحه تولوا تصفوا فيها، يعني تولي لكم خدمه واحده اخرى. ديروه كيما راكم تشوفوا مرحله بمرحله باش تجيكم لا طاغ تاعكم هايله وبنينه. لهنا كي خلطت كامل المكونات وتجانسوا لي مليح، جبت الكاسرول تاعي ودرتها فوق النار. كي ديروها فوق النار ديروها فوق نار متوسطه وحكموا فوي وقعدوا غير تحركوا، قعدوا تحركوا حتى تبدا تتقال لكم هذيك لا كريم ديالكم، تبدا تترغون ومن بعد تبدا تتقال لكم. باش تزيدوا لها المارغرين ولا الزبده، من الاحسن اللي عنده زبده يديرها الزبده، حتخرج لكم في البنه خير من المارغرين. شوفوا كيفاش لا كريم ديالي بدات تتقال لهنايا. ما تروحوش وتخلوها بينكم، تروحوا وتخلوها تجو تلقاوها محروقه، لازم توقفوا عليها هكذا بالفوي. هي ما تاخذ لكمش وقت، 2 دقائق يا ربي 2 دقائق 3 راح تتقال لكم لا كريم ديالكم. تقعدوا تحركوا بالفوي ومن بعد كي تشوفوها تقالت هكذا تروحوا تزيدوا 70 غرام تاع زبده ولا تاع مارغرين. انا درت لهنا 70 غرام تاع مارغرين، درت عادي مارغرين فلوريال. هكذا غير ديروها تذوب في لاكريم ديالكم، خلطوها مليح. وهاد الكريمه تقدروا ديروا بها لي فيغين بالكريم وسيترون. هاديه تقدروا ديروا بها لي فيغين في رمضان، تجي بزاف تحليات. لهنا انايا خليت لاباط تاعي روبوزات شويه، ما خليتهاش بزاف، روبوزات 10 دقائق ولا في الفريجيدير عادي. وجيت هكذا حليتها بسمك يكون شويه خشين، ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه بزاف. كي طيبوها تولي لكم يابسه. جبت انايا هكذايا المول هذا تاع تاخت، جبت واحد هكذا كبير، ولا كيما تقدروا العجينه تاعكم تحلوها كامل ديروها في لي مول الصغار تاع لي تارتولات. تحبوا ديروا هكذا، ديروا تارتو فريز كيما قلت لكم بها، تقدروا مام هكذا تارتو سيترون ديروها في دي مول صغار. نتوما عندكم الاختيار تاعكم وتسويوها مليح لاباط ديالكم. سيو في الاطراف تلصقوها مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. هادو هما العمليات كامل راح تنجح لكم لاباط تاعكم وتيفيتي وكي تكون طيب لكم طيح لكم في الجوانب. كاين ناس يديروها برك هكذايا ما يلصقوهاش مليح. شوفوا كيفاش راني نابشي عليها باش ما تطيحليش، باش كي تكون طيب لي ما تطيحليش لاباط ديالي، باش في الجوانب ما يطيحوليش ولا يتكمشوا يحبطوا لتحت. انايا كيما راهي نديرها في الفريجيدر ولا كنتو مزروبين. انا نديرها في الفريجيدر ونخليها ساعه هكذايا، نبيكيها بالفرشيطه باش ما تتنفخليش، ونخليها في الفريجيدر ساعه. ولا كنتو مزروبين ديروها في كونجيلاتور 10 دقائق ولا 4 ساعه ولا
ولا 20 دقيقه. ديروها في كونجيلاتور، ما تخافوهاش كامل، وتشعلوا الفرن تاعكم تجبدوها وديروها طيب ديريكتومون باش تيفيتي وديروا فيها هذيك الحميصه ولا الاخر باش ما تخافوش تنفخ لكم. كيما راكم تشوفوا لازم كامل هاد النصائح تاخذوهم بعين الاعتبار باش تنجح لكم لاباط ديالكم كي طيبوها. كما قلت لكم ما تطيح لكم. شوفوا كيفاش انا راني نعبز عليها في الجوانب، نلصق فيها مليح هكذا كما راكم تشوفوا. وين تلقاو جهه رقيقه في لاباط زيدوا بيسوهم، جبدوا العجينه وبيسو هذيك الجهه ما تكون لكمش رقيقه باش كي تنحوها من المول ديالكم كي طيب تنحوها من المول باش تقسموها ما توليش تكسر لكم لاباط. ما ديروهاش خشينه بزاف وما ديروهاش رقيقه بزاف، تكون كي تاكلوها تكون كروستيونط مع هذيك الكريم تاع السيترون اللي وجدناها ولا الكريمه تاع الليمون، راح تجي بزاف منعشه وتجي بنينه. كما راكم تشوفوا انا هكذا بيكيتها وخليتها في الفريجيدير تريح. تخلوها في الفريجيدير ولا ديروها في المجمد كما قلت لكم 4 ساعه غير تخرجوها ديروها في الفور طيب يكون مسخن على 160 درجه، وكل وحده والفور تاعها ما يكونش الفور سخون بزاف. الا كان سخون بزاف راح تتحمر لكم ومن بعد تلقاوها من الوسط ماشي طايبه من تحت ماشي طايبه، تولي ديك لاباط تاعكم شغل لي لاستيكي ما توليش بنينه. هذا ما كان. واليوم وجيت نوري لكم هذيك لا مورينغ ايطاليان. راح ندير انايا لا مورينغ ايطاليان كيفاش ديروها. واش عندنا كما قلت لكم زوج الابيض تاع البيض، ديروها عادي زوج بيض تاع البيض وديروا له قرصه تاع ملح وطلعوه. كاين حاجه لا مورينغ كيفاش ديروها، كي ديروا الابيض تاع البيض البياض تاع البيض الدوبل تاعو سكر كريستاليزي. البياض تاع البيض كيما انا هنايا كي وزنت البياض تاعي لهنا هاوليك السيرو اللي طيبته دوك نقول لكم. المهم راح تصيبوا كامل المكونات بالغراماج في صندوق الوصف. لهنا جيت نطلع هذيك انا كي لقيت وزنتهم بايات تاع زوج حبات بيض لقيت 76 غرام، زدت رحت وزنت 152 غرام تاع السكر عادي، ودرت 50 غرام تاع ماء ودرتهم فوق النار على نار قليله. كي داب هذاك السكر في الكاسرونه، كي داب هذاك السكر مع الماء وبدا يدير لي فقاعات كبيره، ولا عندكم ترمومتر 110 درجه ديروا 110 درجه طفيوا عليه. وكي يطلع لكم البايض تاع البيض تجو ديروا هذاك الخليط تاعكم وهو سخون وانتم تضربوا حتى هذاك البايض تاعكم هذاك البايض كي تمسوا الريسيبيون تاعكم تلقاوه بارد. كي تلقاوه بارد وتكون طلعت مليح لا مورينغ تاعكم تحبسوا وانتم تضربوا بالباتر. هادو هما النصائح لازم كامل تاخذون بعين الاعتبار باش تنجح لكم لا مورينغ تاعكم. وكاين حاجه في البيض فيه دي فيبر، دوك لي فيبر حنا ما نشوفوهمش مي هما هذوك لي فيبر يتحلوا صافي. البيض كي تكونوا راح ديروا به لا مورينغ لازم يكون بحراره المطبخ ولازم ما تخلوهش داخل الماء. الا غسلتوه تغسلوه تنشفوه. هادو هما نصائح باش كاين دي فوا بزاف ناس ما طلع لهمش لا مورينغ كاباب يخلوا البيض تاعهم في الماء. هادوك لي فيبر راح يدخلوا الماء داخل البيض. كي يدخلوا الماء كاباب ما طلع لكمش لا مورينغ تاعكم. والبيض تاعكم لا لازمش يكون كما قلت لكم لازم يكون بحراره المطبخ، ما يكونش هذاك وين جبدتوه من الفريجيدير وتروحوا تطلعوا به لا مورينغ تاعكم. والسكر تاني يلعب دور، السكر يكون جديد ولا ماشي ضاربو الريح ماشي اوميد السكر تاعكم. الا كان السكر تاعكم فيه الميديتي صافي راح يكون مشمخ وما تطلع لكمش تاني لا مورينغ ديالكم. والغيسيبيون اللي ديروا فيه يكون مغسول مليح ما فيه حتى حاجه، ما تكونوا خدمتوا فيه حتى حاجه وتنشفوه مليح الغيسيبيون ديالكم
قبل ما تطلعوا فيه لا ميرينغ. هادوما كامل نصائح باش تنجح لكم لا ميرينغ ديالكم. كاين بزاف ناس ما تطلع لهمش، يقعدوا يتسائلوا يقولوا علاش ناس تطلع لهم حنا ما طلعناش. لازم ما يكونش فيها الماء، لازم البيض ما يكونش فيه الماء، لازم يكون بحرارة المطبخ، لازم السكر تاني من الاحسن يكون غير تحلوا الساشي توزنوا السكر تاعكم ديروه، ولا يكون في بواط تكون مغلوقه، ما يكونش السكر تاعكم اوميد، ما يكونش قديم ضربوا الريح. شوفوا لهنايا كيفاش لا ميرينغ ديالي طلعت بكل سهوله. كي تمسوا الريسيبسيون تاعكم تاني من تحت تلقاوها بردت، باش تيفيتيو هذيك لا ميرينغ ديالكم تعاود تحبط لكم وتولي لكم شغل مرغونه هكا، مرغونه وتولي شغل ما. هادوما كامل لازم تاخذوهم بعين الاعتبار باش تطلع لكم لا ميرينغ ديالكم. كما راكم تشوفوا تقدروا حتى تبوشيوها وتخدموها وديروها في الفوق طيب على 100 درجه، على فور يكون مسخن من قبل، ديروها على 100 درجه، وتقدروا ديروها لي ميرينغ ديالكم وديروها لولادكم ياكلوها ولا تشبحوا بها الحلوى كيما تحبوا. لهنايا هاي لك نولوا لاباط ديالنا بعد ما درتها 160 درجه في الفوق وحمرتها، تحمرت لي في الجوانب هكذايا بالك وتحرقوها، عسوها مليح وشوفوها كل وحده والفوغ موالفه بالفوغ ديالها. لهنايا الكريم تاع الليمون تاعنا، هذيك الكريمه تاع الليمون نجو نفرغوها فوق الفون تاع لاطاغ تاعنا كما راكم تشوفوا. تجيكم بزاف منعشه، سورتو كي تقعد لكم في فريجيدير تبرد. تجي بزاف هايله. كما قلت لكم تقدروا تقدروا هاد لا كريم تخدموا بها لي فيغين تاع القارص، ديروا هكذا دي فيغين فيهم هاد لا كريم وديروهم بلا شونتي كيما تحبوا. لهنا نجو نسويو مليح هذيك الكريمه ديالنا. هكا سويوها مليح في الوجه باش تعطي لكم نتيجه مليحه. هكذا قعدوا دوروا وسويو لها وجهها مليح وتحكموا ديك لا ميرينغ ديالكم، ديروها في بوش وديروا لها لا دوي اللي حبيتو. كما راكم تشوفوا ديروا لها لا دوي، انا درت هديه وتجو هكذايا تبوشيوها فوق لا تخت ديالكم بالشكل اللي حبيتو. هكذايا اني نبوشي، تعبزوا شويه عليها وتطلقوا طلعوا الفوق، تعبزوا شويه وتطلقوا للفوق هكذا حتى تكملوا كامل لا تخت ديالكم. ومن بعد تحمروا شويه، اللي عنده هذاك الشاليمو هذاك اللي عنده يحمر لا ميرينغ ديالو من الفوق، واللي ما عندوش يشعل الفوغ ديالو. شعلوا الفوغ ديالكم من الفوقه، شعلوا شوايه وديروها نار ما تكونش قويه بزاف، ودخلوا لا تخت تاعكم جوست ما ياخذ هذيك الكروستيون من الفوقه، هذيك لا ميرينغ ديالكم، ولا تحميره خفيفه هكذايا في الوجه تاع لا ميرينغ من الفوق. هذا ما كان طفوه نتوما لا تخت ديالكم تشبحوها كيما
راكم حابين. مهم تكون عندكم تارت ناجحه وبنينه. هكذايا انا دخلتها شويه الفوغ كما راكم تشوفوا. حمرت شويه هذيك لاميغ من الفوق وراح تخرج لكم هايله هايله. وهذيك لاباط كي تزيدوا لها هذيك بودغ داموند راح تخرج لكم بزاف بنينه بزاف هايله. وان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. برك تبعوا لي زيتاب باش تنجح لكم. لاباط ديالكم ما طيبوهاش بزاف باش ما تجيكمش يابسه. هذه هي كانت لاباط كانت تارت سيترون ديالي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك ولا فيديو وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في روحتكم، في العزاز عليكم، وبقاو على خير في لا بروشان فيديو ان شاء الله. باي باي.